بنتي عندها 15 سنة عايزة تشتري لبس مش على ذوقي خالص، لبس مش على ذوقي. هي محجبة ولبسها محترم جدا الحمد لله، بس بتجيب ألوان غريبة وستايلات مش بتعجبني، فأنا بتضايق وبفضل مكشرة في وشها وده بيعصبها. إزاي أقنعها برأيي في اللبس؟ أنا مش هقول لحضرتك إزاي تقنعي بنتك برأيك في اللبس، بس هقول لحضرتك لو سمحتي سيبيها تلبس زي ما هي عايزة. 15 سنة مش صغيرة، تعرف تختار وتنقي ايه اللي عاجبها وايه اللي مش عاجبها، وايه الستايل اللي بتحبه وايه الستايل اللي ممكن يبقى بيكبرها مثلا او مش مناسب لشكل جسمها. حضرتك بتقولي انها محجبة وبتلبس حجاب كويس، مش مثلا محجبة وبتلبس حاجات ضيقة، ولا مش محجبة خالص وبتلبس لبس عريان ولا كروب توبس ولا الكلام ده. ساعتها كنت هقولك اقنعيها وعقليها وحببيها في اللبس المحتشم لحد ما واحدة واحدة تتحجب بإذن الله. لكن بتقولي محجبة ولبسها في الحجاب كويس ومحترم، طب خلاص ايه اللي مطلوب منها اكتر من كده؟ هي اصلا مش مطالبة ان ذوقها يبقى مطابق لذوق حضرتك. ستايلات غريبة، اوتفيتس مش على ذوق حضرتك، خلاص هي ما خرجتش بره اطار الاحتشام والاحترام والحجاب الكويس. هو اصلا الطبيعي ان ذوقكم ما يبقاش زي ذوق بعض، لان انتوا من اجيال مختلفة ولان انتوا شخصين مختلفين. فردي على سؤال حضرتك ازاي تقنعيها بذوقك انت في اللبس، لا لو سمحتي ما تقنعيهاش وسيبيها. لا ثانية واحدة بس معلش، مش بس سيبيها، لو سمحتي امدحي شكلها وعززي ثقتها بنفسها، وقولي لها رغم ان انا يمكن الذوق ده غريب شويه عليا، عاجبني ان انتي من قطع غريبه ممكن شكلها ما يليقش على بعض بتطلعي في الاخر لبس شكله حلو. سيبيها تلبس اللي هي عايزاه وامدحي شكلها عشان تقوي ثقتها بنفسها. ومعلش عندي تعليق على حاجه صغيره حضرتك بتقوليها، بتقولي انا بتضايق وبفضل مكشره وده بيعصبها. طب ما هو ثانيه واحده، انا لما مامتي تفضل مكشره في وشي علشان لبسي مش عاجبها، ما هو اكيد يعني مش هبقى بضحك ومبسوطه ومشرقه على الحياه، يا هاخد الطاقه السلبيه والتكشير ده كله واكبته واكتمه في قلبي وابقى مش عارفه اعبر عنه ازاي، يا هتعصب وهزعق وهتخانق مع دبان وشي. الاسلوب ده من التربيه اللي بعض الابهات والامهات بيعملوه، اللي فيه قهر شديد لاولادنا وبناتنا الاطفال والمراهقين على حاجه مش من حقي خالص اخد قرار بالنيابه عنهم فيها، او لما يختلفوا معايا بحاجه يبقى كل همي ازاي هم يقتنعوا برايي انا. من ضمن نتائجه انه ممكن يطلع شخصيات غاضبه، تبقى البنت مليانه غضب من جواها وبتتعصب على كل حاجه، واحنا مش فاهمين هي عصبيه كده ليه، وليه مش عارفه تركز في مذاكره ولا عارفه تنجح في حاجه ولا ليها هوايات، وزي ما يكون كده ملهاش نفس للحياه اصلا. وليها نتيجه تانية خطيره جدا، بتطلع ولاد خانعين خاضعين سهل السيطرة عليهم، أي حد يزعق لهم ولا يخوفهم خلاص يستسلموا وينفذوا كل اللي هو عايزه. وأنا واثقة ومتأكدة إن حضرتك عايزة تربي بنتك كويس وتخلي عندها شخصية قوية، مش شخصية بتتعصب ولا حاسة إنها متضايقة من شكلها وفاقدة ثقتها بنفسها، ولا شخصية خانعة وخاضعة وسهل السيطرة عليها. وخلي بالك الغضب اللي هي بتعبر عنه دلوقتي بعصبية، كل ما هتكبر هتعبر عنه بطرق مختلفة. وبتجيلي شكاوى من أمهات بنتها من كتر الغضب اللي هي حساه تجاه أمها بتقول لها لو زعقتيني هزعقلك، ولو شتمتيني هشتمك، ولو ضربتيني هضربك، لأن هم خلاص بيبقى فاض بيهم من كتر طاقة الغضب اللي احنا ما فهمناهاش وما استوعبناهاش وما عرفناش نحطها في حجمها الحقيقي من هم صغيرين. وممكن تكون طاقة الغضب دي خليناها تتولد جواهم تجاهنا بسبب حاجة ملهاش أي لازمة، زي موضوع اني اقهرها ولا افرض عليها ستايل لبس معين. انا عارفه ان نية حضرتك ان بنتك تبقى بتلبس احسن واشيك لبس زي كل الامهات الفاضلات اللي بيتابعوني، بس ارجوكي خلي بالك ان اسلوب التربيه ده ممكن يدمر شخصيه بنتك. سلام عليكم.